جبت لكم كاطو سهل وبرستيج ما تلقاوها في التيك توك الانستغرام لا يوتيوب. زيدوا مدوا لي نتوما اسمو في لي كومونتير قولوا لي كيفاش تسميوه. ونبداو بالعجينه تاع الصابلي. راح تحتاجوا فيها علبه تاع زبده تاع 200 غرام تكون بحراره الغرفه، تغربوا معها 5 مغارف سكر كلاصي ومرفه كبيره فانيلا وبيضه وصفر بيضه، تخلطوهم مع بعض حتى يوليو كريمه. تحبوا تخلطوهم بيديكم ولا البيتره مع هذاك الحرف الكا. بعد نبداو نزيدوا الفرينه بشويه حتى تتلم مع التغربيل، تجيكم حوالي 400 غرام مع ضعف كميه الزبده حتى تتلم عليكم العجينه كيما هكا تولي طريه ماشي يابسه. ديت طرف صغير اللي حنجمدو من بعد نقول لكم على واه، والطرف العادي الكبير تاعنا راح تخبيوه في الثلاجه ساعه باش يرتاح. راح تحتاجوا هاد القوالب المربعين اللي حتشكلوا بهم، تديو طرف من العجينه وديروها الاطراف وتحاولوا ما ترققوهاش من تحت باه ما تكسرلكم. واستعملت هنا مربى المشمش، تقدروا تستعملوا اي مربى اللي فتحتوه شي بالماء الزهر ودرت منه مورفه صغيره. العجينه هذيك بعد ما جمدتوها حتربيوها شويه كيما هكا وتديروا لها شويه مكسرات مرحيين اللي تحبوا، جوز لوز ولا كاوكاو بيستاش كيما تحبوا، وتغطيو بها هذاك الكونفيتور من فوق. دخلوها طيب في الفول يكون سخنتوه من قبل على 180 درجه، طيب حوالي 10 دقائق فقط. بقيت العجينه تاعي تاع الصابلي شكلت بها حبات صابلي كما راكم تشوفوا حتى هي طيب حوالي 10 دقائق على 180 درجه. هذا واش شكلوه من بعد ما طابوا. نصحكم هذاك مشماش مجف ما ديروش فيه يطيب معاه، ديروه برك في النهايه تزينوا به. هذا اذا درتوا مشماش زينوا بمشماش مجف، اذا كونفيتور واحد اخر تزينوا فاكهه مجفه واحد اخر مع شخفيفه سكر كلاصي من فوق. وهذا مكان سلام.